ولادي قاعدين في البيت بقى اجازة الكريسماس ونفسهم يفطروا فطارة حلوة وكلنا نتلم، وقالوا لي احنا جعانين قوي يا ماما. قلت لهم كله كورن فليكس، لكن قالوا احنا عايزين تعملي لنا فطار زي زمان. لوهلة كده قعدت مع نفسي وقلت ايه اللي انا بعمله ده؟ انا ليه عامله في نفسي كده وفي اولادي كده؟ يعني انا ايه اللي جابرني على كده؟ ليه عايشه حياه شبه حياه الانجليز؟ روح اعمل نفسك كورن فليكس وكل وخلاص وعدي اليوم. انا عارفه ان هو عادي يعني ومفيش مشكله، لكن حبيت بصراحه، حسيت كده شويه جوايا بتأنيب ضمير، وقلت انا هقوم اعمل لهم احسن فطار وكلنا كده نتلم على سفرة واحدة زي زمان، ايام ما امي كانت بتصحى برضو من بدري من غير ما نطلب منها او نتحايل عليها. كانت هي بتقوم تجهز السفرة مليانة اشكال والوان، ما كانش فيه كورن فليكس وقوم اعمليك سلطانية ومشي حالك. بجد كنت حاسة كان فيه اهتمام ورعاية أكبر بكتير من دلوقتي. حسيت بتقصير جامد جدا، معرفش أنا ليه اتضايقت، بس ممكن عشان ده باين قد ايه أنا مقصرة في حق أولادي مثلا. هنا الحياة بيبقى فيها انشغالات جامدة جدا جدا، بس بجد بجد أوقات الواحد بيكون ملهي في الدنيا دي. قمت كده ودخلت المطبخ وقعدت أدور أنا ممكن ايه أعمل لهم فطار. لقيت عندي بطاطس قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وقلت أنا لازم أعمل لهم أكلة هم بيحبوها. بجد انا كنت داخله بعمل الاكل ده يعني باحساس تاني خالص، يعني داخله كده بعمله بحب وعايزه افرحهم واجمعهم. يعني الواحد لو مفرحش اولاده يعني هو هيعمل ايه تاني اساسا في دنيته؟ الحمد لله ربنا يعين عليهم وعلى تربيتهم. اصلا احنا عايشين في زمن صعب جدا جدا، وترابط الاسره واهتمامنا باولادنا شيء مهم جدا، وخصوصا بره في الغرب. احنا هنا في بريطانيا مفيش اجتماعيات، مفيش حياة. هنا كل أسرة بنفسها قافلة على نفسها وفي حالها. هتقولوا ليه ما بتجتمعوش؟ ليه ما بتعملوش قعدات وزيارات؟ هنا مفيش بركة في الحياة، مفيش بركة في اليوم. بجد انتي اي نعم عندك وقت وفاضية، بس في الحقيقة انتي مش فاضية، او العكس انتي مش فاضية خالص خالص بس انتي ما بتعمليش حاجة. يعني تحسي كده في لهوجة في الحياة. بجد انا ما اعرفش، انا بحس ان انا مشغولة جدا جدا لأبعد الحدود. هنا الناس كلها بالفعل مشغولين، واول يعني لو حصلت واجبرتنا الظروف على اننا نتجمع بيكونوا مبسوطين جدا ويقعدوا يقولوا احنا ليه ما بنعملش كده. بس هو ما بيحصلش، هو ما فيش تجمعات، حقيقي ما فيش تجمعات. ليه بقى دي؟ معرفش. هنا الحياة كده تحس ان احنا مربوطين في ساقية. زمان كنت بحس ان اليوم فيه بركة بجد، هو نفسهم ال24 ساعة هم نفسهم بتوع زمان بتوع دلوقتي. بس زمان كان الواحد بيصحى يعني بيشوف اهله بيصحوا من بدري جدا، ابوه يروح على شغله، والدتي ما كانتش شغالة فكانت في البيت على طول تصحى من اول ما بتصحى وهي بتعمل حاجات، بتحضر لنا الفطار، بتشيل الفطار، بتروق المطبخ، بتجهز للغدا، بتنظف البيت. كل الحاجات دي كانت بتحصل يوميا يوميا يوميا. تنظيف بيت يوميا، كنس يوميا، طبيخ يوميا، غسيل يوميا. وعلى الرغم من كده تيجي على الظهر تلاقيها قاعدة كده ورايقة كده وبتشرب الشاي، جارتها تيجي، وحياة العصرية دي برضو ممكن يتجمعوا. تحس ان كده في بركة كبيرة جدا في اليوم. اليوم طويل، اليوم يعني تقدري تزوري فيه ناس، تستقبلي ناس، تقدري بعد ما تخلصي اليوم ده كله تروحي عند حد من عيلتك. دلوقتي لا، دلوقتي احنا عندنا توفرت الأجهزة الكهربائية اللي بتسهل لنا كل حاجة في الدنيا، وتوفرت المواصلات. يعني شوية شوية هنطير في السماء عشان نروح مدينة تانية. يعني كل شيء بقى الكترونيكس وعلى الرغم من كده مش عندنا وقت. بجد انا حاسة ان احنا في زمن هو سهل لكن وحش. بجد والله وحش نفسيا، وحش اسريا، وحش يعني وحش. ما اعرفش، انا عندي احساس ان هو عيوبه اكتر من مميزاته صراحة. ما اعرفش ليه، بس هو ده، لان ده حاساه برضه مؤثر على نفسيتنا. هنا احنا معظم الناس عندها اكتئاب بجد والله. هتقولي في حد عايش عندك في اوروبا والنظافه ما اعرفش ايه وقاعدين مستريحين وحقوق ومش حقوق؟ والله العظيم رغم كل اللي انتوا بتقولوه ده صح صح، لكن في اكتئاب. هو ده اللي انا بقوله، مفيش بركه في الحياه، مفيش اجتماعيات، مفيش يعني مش كل حاجه الماده.
يعني الحياة انك تعيش الحياة بسعادة اهم بكتير من اي حاجة. تعيشها بقى معاك فلوس، تعيشها معاك في فقير، المهم ان انت تكون مبسوط. السعادة دي ما مش بتيجي بالفلوس على فكرة. الواحد يقول الحمد لله على كل حال. وحاولت ان انا يعني اعيش مع اولادي زي ما امي وابويا كانوا عايشين معايا، واهتم بيهم واعمل لهم اكلة حلوة هم بيحبوها. يعني انا بكون مبسوطة جدا لما ابني عبد الرحمن يقول لي الله يا ماما ريحة الاكل جميلة. يعني ابني هيقولها لي امتى وانا بقول له قوم اعمل لك كورن فليكس وخلص نفسك. والله ربنا يسامحنا على تقصيرنا مع اولادنا. وادينا انا اصلا تقريبا يوميا او لما بدخل مطبخ بالذات بفتكر امي هي كانت بتعمل معايا ايه، وكانت يعني ايه اللي هي بتطبخه لنا، ايه الطريقه بتاعتها في التعامل معايا. لما بكون واقفه كده في مشكله بيني وبين حمزه اقعد افتكر بابا كان بيتعامل معانا ازاي. يعني الواحد بيقول الحمد لله ان هو كان عنده اب وام. يعني انا مش شايفه ان عند حد تانيين، اكيد هو عند الناس تانية، لكن انا ده في وجهة نظري انا طبعا. يعني فبقول الواحد الحمد لله ان هو كان عنده اب وام تحس ان هو مرجع كده، او يعني الواحد بيرجع لهم وقت ما يقع في مشكلة او في مأزق بجد. يعني انا لو من غيرهم، لو ما عشتش معاهم حياة سوية او حياة هادية او حياة كويسة، انا ازاي كانت هتكون حياتي مع اولادي؟ اي نعم هي لازم تكون مختلفة لان الوقت والزمن مختلفين، لكن لازم هناخد منهم. انا واخدة من امي حاجات كتير جدا. الحاجات اللي انا كنت بنتقدها فيها انا واخداها. هي الحاجات اللي انا كنت بستغرب هي ليه بتنتقدني فيها، انا بنتقد اولادي في نفس الحاجة. وبالفعل يعني هي امي لما كانت بتنتقدني انا اتعلمت. انا لما كبرت افتكرت الانتقاد ده مع انه ما كانش عاجبني، لكن فهمت ان هو صح. حاولوا تصنعوا السعادة بايديكم ومش تنتظروها من حد، واشتركوا في القناة.